رجال ونساء التعليم. يجب سواء كانت إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية أو تحولات تعرفها الدول، لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية تحقق العدالة والإنصاف وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. هذا واحد من المبادئ التي توافق عليها المغاربة في دستور 2011. الحكومة اعتبرت بأنه جميع الإصلاحات، الدولة الاجتماعية، الإصلاحات القطاعية في المجالات الاقتصادية، الإصلاحات المرتبطة بالمالية العمومية، الإصلاحات المرتبطة بالصورة الإيجابية التي تعكسها بلادنا في مختلف المنابر الدولية، لا يمكن أن تكتمل إلا بمنظومة تعليمية. هذا علاش كان الاشتغال حول هذا الموضوع بكل جدية. وطبعا الاشتغال كان منذ تنصيب هذه الحكومة، بالرغم من الصعوبات التي واجهتها هذه الحكومة والتي نعرفها جميعا داخل هذه القاعة وناقشناها غير ما مرة، والمرتبطة بالإشكالات المرتبطة بالتضخم وقلة التساقط. لكن الحكومة اختارت أن إصلاح ديال الصحة ديال التعليم يجب أن يسير على خطى ثابتة، ولم تدخر الحكومة أي جهد، ولم تدخر حتى الإمكانيات المالية التي يحتاجها هذا الورش. ولكم أن تقارنوا بين الميزانية، خاصة ميزانية قطاع التعليم في السنوات القليلة الماضية. اليوم قطاع الصحة والتعليم حوالي 107 مليار درهم لقطاع الصحة والتعليم، بزيادات كبيرة جدا. إذا نحن متفقون بأنه لا بد من إصلاح المنظومة التعليمية، لأنه لن نحقق أهداف الدولة الاجتماعية. كان حوارا مع النقابات، انطلق وكان الحوار مع وزير القطاع سي شكيب بن موسى لمدة دورات ودورات. تم توقيع الاتفاق ديال 14 يناير الذي يعتبر الأساس لمختلف الاجتماعات ومختلف اللقاءات التي كانت تعقد فيما بعد. اليوم عندنا وضعية تالية: نظام أساسي، هناك بعض الأساتذة الذين يعترضون عليه، عندنا في الجانب الآخر عندنا حكومة لم تغلق الأبواب، بل على العكس استمرت في النقاش وفي الحوار من أعلى مستوى في رئاسة الحكومة. السيد رئيس الحكومة شخصيا التقى مع النقابات، والبلاغ الذي صدر عن هذا الاجتماع واضح وضوح الشمس بأنه سوف يتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، في إطار استحضار المكتسبات ديال الرجال ونساء التعليم، في إطار استحضار المصلحة ديال التلميذ، التي أعتقد بأننا جميعا كقوى، سواء كنا رجال تعليم أو لا فاعلين عموميين أو حكوميين أو أحزاب سياسية، كلنا معنيون بهذا الموضوع، وكلنا نعتقد بأن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة، ولا يجب أن يتعطل هذا المسار، مسار التلقي والتعلم. وعندنا مازال جزء من الأساتذة الذي اليوم يريد أن يعبر عن فكرة الحكومة كتعرفها، لكن السؤال المطروح هو: واش الحكومة صمت الأذان ديالها؟ إطلاقا. واش الحكومة غلقات باب الحوار؟ إطلاقا. الحكومة مازال مستمرة في هذا الحوار هذا. نعتقد، وقلتها في الأسبوع الماضي، بأنه آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وبشكل سريع
لمواجهة مختلف هذه التخوفات، بعض التخوفات اللي كاينه عند رجال ونساء التعليم، في حوار هادئ وشفاف ومعقول، ونشوفوا القضايا كلها قضية آنذاك سوف يظهر بأن هذه التخوفات حتى وإن وجد يعني لها سبب، فإن الحكومة مستعدة للتفاعل وللحوار وللنقاش. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية، وأن يستمر الهدر المدرسي، وأن يستمر الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم للدولة ولجميع القوى كيف ما قلت، واللي من معنيين بهذه العملية هذه بما فيهم رجال ونساء التعليم. كلنا نتفق على ضرورة أن تستمر الحياة المدرسية بشكل طبيعي. أنا ما بغيتش ندخل في تفاصيل النظام الأساسي، لكن فقط أريد أن أطرح سؤالا: واش نظام أساسي اللي حافظ على مكتسبات وجاب يعني بعض القضايا من قبيل مدارس الريادة اللي غادي تولي واحد المدارس في واحد الجودة معينة وفي واحد المستوى من المردودية ومن النتائج؟ أنا فقط أطرح أسئلة بصوت مرتفع. فكما قلت، الحكومة تجدد مرة أخرى على أنها لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه، لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي، ولن نقوم بإصلاح المنظومة التعليمية دون شراكة حقيقية مع رجال ونساء. نحن متمسكون بهذه الشراكة، متمسكون بهذا الحس العالي من المسؤولية لتجسير هذه الثقة وإعادة بنائها بشكل مشترك، لأن قطاع التعليم ليس مثل القطاعات التي يمكن أن تخضع يعني ما يمكنش تخضع للحوار. التعليم يحتاج إلى حوار، والحكومة متمسكة بالحوار. ولذلك نعتقد بأنه هذا العدد من التلاميذ الذين اليوم محرومون ولا يتلقون الدروس ديالهم، أنهم يحصلوا على الدروس ديالهم بشكل سريع لكي نحقق المبدأ ديال تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، باش كل شيء يقرأ، ماشي شي وحدين يقراو وشي وحدين ما يقراوش. السؤال جاء حول الاقتطاع. الاقتطاع هذا مقتضى قانوني موجود في القوانين، موجود في قانون وموجود في مرسوم، وأيضا هناك منشور للسيد رئيس الحكومة على أعتقد في سنة 2012. الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين، لذلك سوف تطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين.